عندك بطاطس هاتيها وتعالي نعمل بيها أكلة اقتصادية وحلوة قوي. أي كمية انت عايزاها. جبت البطاطس قشرتها وغسلتها كويس قوي وقطعتها تقطيع عشوائي زي ما انتوا شايفين كده. حطيت عليها مية ورفعتها على النار وهسيبها تتسلق. بعد ما اتسلقت صفيت من عليها المية وهرستها زي ما انتوا شايفين وهي سخنة بالشكل ده كده. لما بتتهرس وهي سخنة بتتهرس بكل سهولة وبتبقى ناعمة وحلوة. هرش عليها معلقة من الملح ومعلقة من الكمون ومعلقة شطة صغيرة، ودي اختياري، مش عايزة تضيفيها ما تضيفهاش براحتك. هقلبهم بقى وهسيب البطاطس لحد ما تهدى شوية. سبت البطاطس تهدى على جنب وهجهز الحشو. حطيت طاسة على النار، حطيت فيها معلقتين كبار من الزيت، سبتهم لحد ما سخنوا ونزلت عليهم ببصلاية كبيرة مقطعة طرنشات. قلبت البصلة لحد ما دبلت معايا بالشكل ده كده، وهنزل عليها بفلفل الوان او اي فلفل موجود عندك، وهديله تقليبة مع البصلة. ولو عندك معلقتين لحمه مفرومه فايضين منك من حشو او حاجه او حته فرخه بايته عندك في التلاجة، تقدري تقطعيها وتضيفيها على الحشوه دي. ما عندكيش خلاص، هي الحشوه دي حلوه قوي تقدري تستكفي بيها. شوحت الفلفل مع البصله شويه وهنزل عليهم بواحدتين طماطم مقطعين مكعبات بالشكل ده كده. هضيف لهم بقى معلقه صغيره من الملح، وما تزوديش ملح عشان احنا حاطين ملح في البطاطس، ورشه كمون ورشه فلفل اسمر ورشه كزبره ناشفه ورشه برضو من البابريكا. هقلب الكلام ده كله وهسيبها تاخد وتدي مع نفسها كده شويه. اول ما بدات تغلي معايا هديت عليها النار وسبتهم على نار هاديه حوالي 5 دقايق لحد الطماطم متسبكت شويه والخضار كله شرب من بعضه زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. هسيبها تهدى شويه. ضفت معلقتين من البقدونس على البطاطس بتبقى طعمها حلو قوي، وهضيف كمان معلقتين على الحشو. سبت البطاطس لحد ما هديت من السخونه وضفت لها بيضه. ما كانش ينفع اضيف البيضه والبطاطس سخنه، كانت هتستوي في قلبها وما كانتش هتبقى حلوه. ضفت لها كمان معلقتين كبار من النشا. النشا بيمسكها وبيخليها ما تفكش في الزيت وانا بحمرها، وبيديها كمان لون دهب وجميل. ولو بتحب الحاجه سبايسي ضيف لها معلقه شطه صغيره بتخلي طعمها روعه. باخد قطعة صغيرة وبفردها على ايدي بالشكل ده كده، بس اهم شيء افرديها بسمك رفيع جدا عشان البطاطساية ما تبقاش تخينة وقلبها طري من جوه كده ومش حلوة، لا تبقى طالعة سمكها وسط كده وجميلة وطعمها حلو. بفردها بقى رقيقة جدا زي ما قلت لكم، وبحشيها بحط الحشوة في قلبها وبقفلها بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. اهم شيء قفلها كويس عشان ما تفكش منك في الزيت والحشوة تقع في الزيت وتتحرق. شكلها بقى زي ما انت عايزة. شكلها زي اعملها صوابع زي الكفتة، اعملها قراص مدورة، اللي انت عايزاه اعمليه. وبحمرها في الزيت بالشكل ده كده في زيت سخن، بيبقى طعمها جميل جدا. وانت بتحشيها لو لزات في ايديك بلي ايدك بلة بسيطة بالمية. وادي البطاطس بتاعتنا بعد ما خلصت، شايفين بسم الله ما شاء الله. شايفين القرمشة مقرمشة من بره وطرية وجميلة من جوه. جربوها تعجبكم اوي. تقدري تعمليها وتعملي معاها طبق مكرونة وطبق سلطة. أكلة اقتصادية وموفرة وكمان طعمها حلو.